أيها الإخوة الأفاضل، سنتكلم كذلك حول السيرة النبوية، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنستمر. آخر درس تكلمنا وقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة إلى الحبشة. كان هناك خطة كبيرة من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينقذ الصحابة يبعدهم عن الصراع الداخلي، وكذلك حتى يكونوا قوة في الخارج، لا يدخلوا في الصراع حتى لا يستدرجوا إلى الحرب الداخلي وحتى ينشروا الإسلام هناك. ولكن اليوم سنتكلم حول الوضع في مكة بعد ما هاجر المسلمون ومضى على الدعوة الإسلامية في مكة 6-7 سنوات. ماذا حصل في النتيجة؟ يعني إلى أي مرحلة وصل الدعوة في مكة بين أهل مكة؟ سنتكلم عليه إن شاء الله. أما بحث حياة پیغمبر بکن صلى الله عليه وسلم، درس خوی بورید ما درباز کرد، درس داوی ما گفت پیغمبر صحابیه هنکیشان حبشی، حبش آفریقا. يعني یک حکمت پیغمبر شان گو برا مسلمان و کافر مکه دا شر نکرد. گو کردید بجن شر ناوا خوب، یا جم کردید دادن شر برا کجی. چون که یک کافر یک مسلمان اما بره همین یعنی. هر دو لای بابا کیمه. یک بیا مسلمان یک نبیا مسلمان بابا برا بوشه براسی زحمته يعني. یک حکمت او پیغمبر گو برا اینکه وان صحابیش مکه دور بکردن مکه جیه شر نه يعني. چه نبا شر بکن؟ حکمت دنیا جابوا الجبر هر ملوان درا إسلام بيجن. يعني يقول بلانك عسكري هناك عسكري خدود دليل بمرابنا زحمة نبي احتياجي شيء وبراورنا على الكاريا ممكن. في خبر وان برخص. إجا أميرو بحثا شفت بحثا وان بحث حال مكة فيش الشاش حق على درباس رو لمكة ده حال شبو ومش تنشمل مرحلة يعني بحثا يمكن. بعد أن مضى على الدعوة في مكة 6-7 سنوات، أصبح في مكة مجموعة من الناس، مجموعة مؤمنة أحرار وعبيد. هذا مجموعة من جهة يحارب ويدافع ويصبر على الدين. مجموعة أخرى رؤساء الكفر أمثال أبا جهل وأمثاله، كبار رؤساء أصحاب المنافع والمصالح في مكة يحاربون الإسلام من أجل مصلحتهم الشخصية. هذا مجموعة أخرى. ومجموعة كذلك كافرة ولكن لا إرادة لهم كثيرا، يخلدون آباءهم وأجدادهم. يعني مثلا عكرمة ابن أبا جهل وأمثال هؤلاء لم يكن لديهم فكر محدد لماذا أنا أحارب الإسلام. غايتهم أنا أطيع والدي، والدي يحارب الإسلام، أنا كذلك سأحارب الإسلام. مجموعات ثلاثة. فاستقر الأمر هكذا. عدد قليل يدخل في الإسلام والباقي صراع داخلي، صراع داخلي هكذا. لا المسلمون يتركون الإسلام ولا الكفار يحبون يدخلوا في الإسلام. الكبار لا يسمحون والأولاد يقلدون الآباء في محاربة الإسلام. مثلا لو سألت خالد ابن وليد لماذا تحارب الإسلام؟ لا يوجد لديه فكرة لماذا أحارب. والده يحارب الإسلام، عكرمة ابن أبو جهل والده يحارب الإسلام، وأمثالهم كثيرون. إذا كان في مكة بعد أن مضى عدة سنوات حصل مجموعات ثلاثة، مؤمنة عبيد رجال نساء أحرار، كافرة قادة في الكفر، وتابعون لهؤلاء الكفار أولادهم وأحفادهم. استقر الأمر هكذا واستمر. سنتكلم إلى أي درجة وصل. پشت چند سال در باز بود لمکه 3 گروه انسان چه بود. گروه یک مسلمان يعني هم مير بون هم جر بون هم كولا وحبد بون هم شيء إنسان كلك ولا بون. هذه جروبة كي. طبعا وانا فقير صابر كده مجادلة كده لوان خرسين دهاتن كشتني يعني أزيد شيء. وما جروبة یک مسلمان بود. يعني مسلمان دو جروب تدا بود. یک جروبة كمسلمان تاني بهبرا. أم بيج مثلا جروبة كمسلمان بترسن جروبة كأمنا تنا بود. صابر كده وجياد جروب. جروبة دوية كافر مازن. سر أمريكا كردي بيرد وكان سر سر مازن يعني وك أبو جهل وك وليد وك مغيرة وان إنسان وكانوا سر مازن. أبي كنت بيجن جراجر كافر يعني كردي بيجن جراجر. أمان أوج جروبة كيابود. أمان أجي نيارتي الإسلام رات كله وياك جوان جنبوا مسلمان دوي أثناء هانيدا. أبو سفيان تاني داوي بشتى كان صلاة أبو مسلم. كيدي حاضن كشتن وبرز كفر أخو دوام كن عناد بو يعني. جروبة دوية أكون. أمانة جنيارتي وأنا بإسلام راج وانا مصلحته بو يعني. مثلا أبو جهل يقول إيه شاء محمد بن بيغمبر ذهب محمد بن مشري. أجز أبو بالعكسم يعني.
هنا كيديجي ابو يا دو عشيره والنصر قبيله ده قالت لنا ظلام من فري من محمد كي يعني حتى جانا زمان يخرج دريش ترن نقول محمد سيويه سيوي يعني يتي او قصف مازن ترن ابيج جروبا دويا جروبا السياد مكه زارو كمان كفره هبس زارو يوان بفراني فكره كمان طيبه دين ابو يعني اجمع يرتي پیغمبراتكم دو باب من يرتي كاج يرتي او يعني مثلا لا ابو جهل ناوي عكرمه داوي بو مسلمان مش فتح مكه يعني كما نيارتي كي وبابا بيقول نيارتي كذا شغل هم بابا بدر كذا خالد يقول وليد مثال بابا من هم بيخمر ده ليش هم بدر كذا ايش ما دار ناكل انا ما انسان يعني في شكل يعني هم بيخمر ده كذا نيارتي عن ابو يعني ما سي جروب يعني في شكل نيارتي بيخمرات كذا يقول بابا من نيارتي يجيب المصلحه من فائده من ازمه كما هذا شو كرسي أخو بيلم هذا شو مصنعتي أخو بيلم أما إنسان أنا بشكل يعني نأتي بخبرات كريم. طيب استمر الأمر هكذا بدأ مرحلة أخرى في مكة مرحلة المفاوضات. الكفار رأوا بأنهم بالقتل والضرب لا يصلون إلى شيء قالوا نبدأ نتكلم مع محمد نحاول نقدم أمور نأخذ أمور هكذا. وقد سمعتم كثيرا بأنهم أرسلوا أحد كبارهم على أن يفاوض الرسول ويقدم له أمور. هل تريد أن تكون رئيسا علينا نجعلك رئيسا ملكا علينا حتى تسكت رشوة يعني. أو إذا كنت تريد أن تتزوج بأجمل البنات نزوجك بأجمل البنات. فكرة أخرى اقتراح آخر رشوة أخرى. أو إذا أنت مريض تحتاج إلى المعالجة بك الجنون مثل هذا نأخذك إلى أحسن الأطباء حتى نعالجك وتشفى. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم ردا جميلا وقال لا أريد منكم لا مالا ولا جاها ولا منصبا أرسلني الله عز وجل إليكم ما أريد أن تفتحوا لي الطريق حتى أدعو الناس إلى دين الله يدخل من يدخل ويخرج من يخرج هكذا. فلم ينجحوا في هذه الدعوة كذلك يعني بدأ المفاوضات. هذا نوع من المفاوضات. تشتكوا مابود أبغى حال أو ساكني كافر أبغى أم تشتكي دي يمكن مفاوضات بعربي وكابجل بازار كسياسي بازارك يا بيخمبر أبكن نهرت الدرجن شينابه الوان خن شينابه قو خمسة ميكي بازار يعني ديالوج أكيد شيء كنا بدنا بس دينا ميكي رشوات بدنا شكله مازنك يخشان نبوه عرف محمد بازار أكيد كتشاوي الطريق نعم ميكي برابك أبي هاد قويا محمد بوها أجر تبو خازي وفكرة ايش قوم تشترطين اگر كو هدف وغايه تجبي مثلا هاني تبخازي ببي نازنه زنگينه كي والله انا مال قوم كنت فيها كي زنگين اما تكون نازنه بش كل ماجد بيجن بادشاه يعني سلطان انت تكون سلطان يا خو كنت بيا قبول بكيه متى بكن هدفات قلبه كنت بيا قبول نافياجي هدفات انا سلطان هدفات تبخازي جنه تهبل انقيزي خشكه مشترابين كاتشكي كيف عطاش كير عطا من قيزي اشترابين یک بره کرسی یک جی شهوت اواسته بو اگر تنخوش بی ام کردید بجن دیم بی یعنی شید جن تراهبه نخوشین که هتهبه میتونه تو ان دکتر باشه مشترا بین برات باش بیم چه بلا تنخوشید بو بلا سری بجی یعنی بازار کن جبره دا نقطه انسان ضعیف هنه یعنی بره یا جی شهوت و نفسه یعنی تبخوازی بران برابدنته تبغى قيز وكاتش ونظام تش ماش ترابينه ايوانا اشتنا بند ما كنت نخوشي كنت برا ناخذ قيز كاش ناخذ كاتش لما عقلته ذاك يماني كي هي لا وي وقت وحتى ايرو قال لك انسان جمون انت تشتغل مجادله يا برا برزنجين يا برا شهوات اخو رازي كي يعني وهي فكره برا امكان قوتها من هبل وابي شهوات اخو برا جنان قشير بيان حتى نجد فهي شهوات اخونا نحب ابن ابراهيم بأخلاق وساكن وذلكن إبوانا ترى دماغ عقلتنا نورمال پیغمبر جیب کباری نازک دیه و هدف و غایه من نبره خاده مجبونه بیا نشان دیه تشتی که اجواد خوازم ایز نام بدن از دین خودش ملت را بشی از بیا اجواد خوازم شعب متبره و داننه ملکی و داننه کچه و داننه تشکی تنه یعنی ایزم بدن از دین خدا جملت را بشیم ولكن مع الأسف وان إنسان أبي تشتهاني قبول نكر رابون قلت والله قبول ناقي يعني تشتكي دي أم يسوي بيجن تشكي دي دس بيجن أمر آخر كذلك
أتوا بشكل آخر، مفاوضات أخرى. قالوا يا محمد لا تريد هذا، لا تريد هذا، ولا تريد هذا، تعال يا أخي نحن نعبد ربك سنة أو فترة، وأنت تعبد ربنا أو إلهنا فترة من الزمن. إن كنت على الحق نكون قد أخذنا حظنا من الحق وعبدنا معك ربك، وإن كنا نحن على الحق فأنت تعبد ربنا معنا وتكون قد أخذت حقك من الحق. كذلك ذهبوا إلى الرسول وفاوضوه على العقيدة والإيمان ليس بالمال. أنت تعبد ونحن نعبد، نكون قد أخذنا حقنا وأنت أخذت حقك. ولكن الله عز وجل رد عليهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وكرر الأمر مرتين حتى لا يبقى لديهم أمل. لو قال الله عز وجل مرة لا أعبد ما تعبدون ربما قال يعني لو أصروا كثيرا مرة أخرى لقبلها الرسول، ولكن الله عز وجل كرر مرتين لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، حتى لا يبقى أمل لديهم. إذا مفاوضات إما بالمال وإما بالجاه، وكذلك إما مفاوضات مبدئية على المبدأ وعلى القيم، فرأوا الرفض من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الاقتراحات والمفاوضات القادمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك خابوا وخسروا وجلسوا في بيتهم. تشتكي دنيك الكافرة يعني المسلمان قالوا انت تشتم حياتها في خمر خلينا ناكل بنا وكا رومانكي رومان ظانشنا حكاية نبدأ بدون حياتها في خمر درس نشمر عبرات تماشاكن كافر بي كافر بي قيانه دا چه قاسا اصرار بکن دارکی دو سه هر آلترناتیفاتی عجبه اما چه محمد بدن سکناندن اما چه سر بکنن اینو تماشا که ام مسلمان سیست خودانه تشتکی دکی چه نو خلاص چارتنه لا اله الا الله محمد رسول الله صانه نه مجادله بکن کافرات چه کرد سه تشتر نگویا کرسی گفتن پیغمبر کرسی قبول نکرد، فرق قبول نکرد، زواج قبول نکرد، دکتر قبول نکرد. تشکی دیما. یا کو محمد جواره بش. ایوه سرچاو چت فازن. گوره تی چند روزش خدای مرا عبادت که ام چند روزش اعتراف کن. تفر داوره ام مثلا بج مهدی. یا جی صالتی. ام صالتی بترا المج بکر عبادت تجربه می قطب کن. لی صالتی نه تیبه کامل. اگر دین تحق به شما مراقبة المش كل فايدة جسمه كدينه ما حق بتجي وقت ما تجي خازن لك ترى شيء يعني بركي كماني كي پیغمبر چه بس سایه کی چه يعني داده بروانا سال كلمش بكن مثلا شخص كده بيجي حاله ولا المش كده بيد اسمه مش كزراب يعني بيد اسمه ما مش برام اسمه مش يا دور المش كده بيش تاخذ كعبه مش كزراب نبكي صبح دبر ياخذ كعبه يا راس ويا راس يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام تشبيه بي تكليف بها جواب خدا داد سورة کافرون خدا کو بده دوام ای گلو کافرا از عبادت شوی تشتیک من عبادت کن جرا ناکن وش عبادت جه مرا ناکن جارا کادی از جرا ناکن وش جرا ناکن دی جارا خدا تکرار کن نه از دکم نود کن نه از دکم نود کن دی جارا خدا عز وجل بیا ده تکرار کن حتی يجعل به حکمت تکراری چیه گر کجا کی باتا بوته بلکه اینکه انسان قوت یعنی کو کافر اصرار بکره پیغمبر قبول بکره خدا جبونه اف فرصت آنه نده کسی اف خیال آنه عقل کسی که در باز نده خدا بجاره بیا بجاره بیا بود که چار جار يعني لا أعبد ما تعبدون تشتكون عبادات أجرناكم وجه أمرناكم جارك أتي أجرناكم جارك أتي وجه أمرناكم قد أمودا وانا من يعني شارتنا أبياجي حرب كف قريبه يعني ولا روكي جري خريستيان الخوك روكي جري إمام الخوك روكي يهودي الخوك لا تنا مسلمان بي قالت راس بي قدير يا أخويا راس بي تكيمانية قبول نكي يرو مسلمان ما تبرد سستايا ما تجيب جانا تشنك لك يهودي خفتن وكوان جانا كلاك مسلمان جانا ايدي يا اجبي دك سبرا ملك فرنظام مسلمان برا سري من اولاد اسلام بيان كظلام بسكنه وكظلام بسكنه جدين خوش ايمان خوش اخلاق خوش فدينك يعني يرو قسم دين مسلمان ما ايمان سعيد تبرا هيك علامات الاسلام ماذا تنبل ايجابنا كبر علاماتها يعني مثلا مجري علامات راتنا بركاز كنظام قياسي بين تشتغل راتنا الا هي علامات سافراتنا حلو الاسلام بده زمان بده ظلامه بسكن تشتكي لي تساجبو ابي اجدك رمضان تبهري ام يجي زمان خلال هذا الفتره فتره المفاوضات
حصل أمر نحب أن نذكر، أو قبل أن نذكر كلمة الدين. أحيانا بعض المسلمين يقول لماذا تقولون أديان سماوية أو دين الفلاني، دين الأرض ودين البشر، دين اليهود، دين المسيحيين، دين البوذيين. هناك كلمة اصطلاحية نحن نسمي. الله عز وجل حينما قال للرسول لكم، قل لهم لكم دينكم، لم يقل لكم شرككم، دينكم. هو يقول بأنه الدين، ونحن نقول قد يكون دينا حسب عقلك ورأيك. فالله عز وجل لم يقل قل لهم لكم شرككم ولي ديني، قال لكم دينكم. أنتم تقولوا هذا الدين، خلاص فليكن دين. هذا الذي أنت تقول بأنه دين فليكن لك، والذي أنا أعتقد بأنه دين فإنه يكون لي. إذا أحيانا لا بأس أن تقول دين الفلاني، دين اليهود، دين البوذيين، لا تقصد به الدين الحق، الكلمة الاصطلاحية تقصد، لا نقصد به المعنى الشرعي، فلنعلم هذا كذلك. تشتكي بالكش بالدورة بيش جانا من بيش مثلا دين يهودية، دين مسيحية، يعني دين هندية، دين سنانة سين بوذي. اینکه مسلمان مدري چنا و توجه دین وان دین یک حقی اوجی اسلامه، راست دین حق اسلامه لی صورت کافرون دا خداش پیغمبر را بجه جوان را بجه دین و جواران خدا نا بجه کافرتیت اشترا نا بجه کلمه دین دین بتشقا وتر دین کلمات دین امجرد بجه معنى كالغورا جراماتيكا زمان هي لغوي هي معنى كشرعيه لغوي او تشتي يكون انسان قاطع عبادت جرات بوتن دين للغورا اصطلاحي او كلام خدا دات يا قبول كرم يعني جارنا ام بجه دين فلان كاس دين فلان كاس كلمه قشاش ننه ثم قديش كبران جوانا بوتر دينته يعني لكم دينكم دين وجورا نقول يا فكره تشترى كافرتيه تشترى خرابيه تشترى بيجي خدا دين قبول كريه دي بشكل يعني ام قبول بكن نكو تقول دين فلان كاس الا هي تقول كافر دين دركتنا يعني الورا زمان الكلمه ليس ضرر اثنين قريبش. امر اخر احد الصحابه عبد الله ابن ام مكتوم صحابي كثير لا يرى من اهل مكه دخل في الاسلام خلال هذه المفاوضات نحب ان نقول شيئا. فهو يأتي يوم من الأيام يسمع صوت الرسول يقول أريد أن أذهب وأستفسر منه بعض الأحكام الإسلامية أتعلم، والرسول ربما في هذه الساعة مشغول بدعوة بعض قادة الكفر إلى الإيمان، وربما قد رأى بأنهم يحب أن يسمعوا فالرسول كان مشغولا بهم. فحينما أتى هذا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يحب أن يتكلم معه لأنه كان مشغولا بالكفار. فالله عز وجل عاتبه لم يقبل منه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الخير لهؤلاء ولكن الله عز وجل بين لنا مبدأ آخر. الإسلام يقول الذي يأتي إليك ويحب أن يتعلم علمه، لا تجري خلف الذي يبتعد عنك، هو لا يحب أن يسمع، لماذا أنت تجري وراءه؟ الذي يأتي إليك فهو يحب أن يسمع، سيسمع منك ويتعلم، ولكن الذي أعرض والذي ذهب الذي لا يريد أن يسمع ماذا تريد أن تقول له؟ لا ينفع. فالله عز وجل قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات، فيقول أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أي الذي لا يحب أن يسمع فأنت تجري وراءه حتى تسمعه كلام الله، والذي يأتي إليك فأنت لا تقول له قال هذا لا يقبل أو لا أقبله منك، لا تفعل هذا مرة أخرى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، مرحبا أهلا وسهلا، الله عز وجل عاتبني من أجلك، أهلا وسهلا. وهذا مبدأ لنا، الذي يحب أن يسمع ستقول له، والذي لا يحب أن يسمع مع السلامة. فلنعلم هذا المبدأ حتى نجعله في حياتنا مبدأ إلهي عز وجل. تشتكي تسألي لك كرداجي جانا مثل ما خودش مشكلان جرا شده سيدة تسمع فلان زماني خبرنا كسكي تلاش كلا خبردم لهر خبرني كسكي تلاش صحابك شيء مثلا صحابك يكون نبي عبد الله كروي مموت كورة ما أزال بيغمبر بوش شعبي ناب لا لمكة وان روي بيغمبر بازار كيف أفراد شنو تاني خبرنا الله تشبيه هبيج مسلمان روجا كي دنگي بيغمبر شيء كي أهد بجازهر بلكي آياتك نوات بيغمبر براش مرابيش. كتاب جوهاد دبي
دوی اسناد پیغمبر مشهور بو هنکی کافر پیغمبر دو والا سانکی بسکی نرم بونه دید کردی و صادق والا بسکی نرم بیه یعنی جزارم جرا بجه بلکی وره ایمانه اویا جدی پیغمبر وقتی ودینه وقتا بجه والا وقتا تنه رو تحت سنه تشخص جماله کردی و صادق بجه وقتا تنه تلیلا بسکنه پیغمبر واقعی نو کچی معدی نخواست به آبیات والا قرقام بگره چعبیش نادینه نزانه بزرین چیه چعبی دیتا سوال نکرد ازاره بونا پیغمبر بکره خبرته فقیر و چعب نادینه نزانه مسئله چیه پیغمبر وقتی دینه بچه که رنگ پیغمبر بچه حاجز داری خدا ام کردی بچه رنگی حاد کرا کرنه بچه که خیلی هیلو والله دکاب سنه تشکیلیت کم والله ابیا در باس نکر والله در حال آیات ایشان و معده تشکر عبسم عربی عبوز انا و معده کردی ده مراد تشکر کردی او ساکن کینگا دبی وقتی گویه کور هات و ما چه زنی برکی فقیر و واقعیت شتاکیش تهیه بر چه ما پشت خود دیگه که پیغمبر را وش پیغمبر را اوان کسی که نخوازن گهداریت بکه تبدوان کردی ولا اشترى به میرف نخوازه گهداریت بکه تلیق قلیه گویا خود به نخوازن اما من استغنى يعني ابي بده احتياجات مشتتة استغناء وزنجين لدينا احتياجات فكرة تنبرة فانت لو تصادت شيء بشيء كل اشترى بيجر او باص ده شيء بشيء كل شيء بشيء هذا ليش الوظيفات انا شو علاقه شيء كده ما دام ناخذ غوداري كبل برهره او فاتيه جمعت خوازه غوداري ترك تجرا بيجر او هاتي خوازه تغود تشتكي تفهم بك تبيرا خبر نادي او كچت دوي كدي ولا اشترى تشتكي بيجر نه بيجر مرا جرا نبيجر هذه قانون كي خدا في القرآن ده قوتي درسك مازن ده يعني كي هات جهداري كت الجوراوي تجرا بيش قانون أبد حسب كمثلا بيش درسك كي جيبو بينجي حب جن هاتنا حب كمير جناتي إيه والله جن ومرتنا أنا جنبا مير جتنا جكيرا بيش أم هاتنا يجي صبح مير هاتنا حب كي جنتنا نولا قالت الصحبة تقول وقت جنابك درس أخوي جنتنا جكيرا بيش يجي أم بيش قومك هاتي بزمانك فهم كيف كردي فهم ناكل كردي فهم بك انك قالت بكردي بيجي حالا كرد نازش كيرا بيجي تنا كي هات بتجرا بيجي فدا في مبدا اسمارات بيجي انا بيقالوا انسان وتش لك بيسيكولوجيا مهمه نفسيه ها ابي كو خازك بوداري بك فرد بوداري تجرا بيجي كما عقلوي لي ابي كنا خازك تبكي انك ناخذ بوداري تبكي تش سري قرا بيجي تدي وطنه كي بيجن انسان برشي عيبه قارن نادين انسان تبكي نكي لا والله خير زيده بنظام جرم بنظام جامدي ببهارات يجاوب هر عيبه كي تديناش بار لا ترى شمكي تيرا برسي نازلي هو جيبيه يعني انا برسي تنانو ابي بكردير بيجي نانو ابيش بدي غير مولا طابه شخبر نقفش واخ يعني جهن جيب شهرين تربو وهذا بيجي ابي كوهداري نكات بيوت كيمي ولا اشترى بيجي حالا ناقصن كوهداري يكون عيبه ماشي ابا يعني يكي ناخذ ترابي بزوري بدي ساكن عندنا ولا زي بيجن قال كبا عقلته والله هناك بيك ناخذ كوهداري بك لأبيكو ام كرديت بيجن تي ابيكو تي كوهداري كنا تبع ندح بقول شرح بقول قوابل كان بيجي شيء عقله خدا خير بكم جانب عربي كرديم خبرتن هنا في جماعتنا ما يكون كرد دبي ما مستخدم عربي بيجن ابي كلمه انا معنوي شيء زاني كو خاصيه كوهداري كفهم بك كلمات العقلية ده من أب كلمة أنا معنوي شيء يعني وإيمات قول المقابل نخوازن قدري تدبيجي والله دي ما مستعد تشتكي يقول نزاش بقولش نزان قولش يعني يجي نزانه يعني جانا شاشي معنى لدخن خدا تسكت لي آيات هاني ده دوان روي هاني ده دمت في وان هيك كي خواست تجرا بيجي بنا فهم بك وأبيك نخواز شيء دعاء تقدي هدايتك أي درس هاني بصميمة في درس أخرى إن شاء الله سنتكلم حول مرحلة أخرى من مرحلة محاربة الإسلام. المفاوضات لم ينفع فبدأوا بمرحلة أخرى أرادوا أن يقضوا على الإسلام. سنتكلم ماذا كان الهدف وكذلك الدول هكذا يفعلون خطوة يأتي يبدأون بالأسهل أحيانا وأحيانا بالأصعب حسب المصلحة. فالكفار وكذا المحاورات الرشوة تنازلات التنازل أو الكلام على القيم والمبادئ لم ينفع فبدأوا مرحلة أخرى كما يفعله اليوم بعض الدول.
سنتكلم في الدرس القادم إذا بقينا على قيد الحياة. درس هاتيدا إجا بحثا مرحلة قادر يفكر كافرة أم بيجن بانت شتاب سياسات خبردان برشوات بزواج بقيزاوس بنتشت مشتري صاحبين بسر نكتن تشتكي دي أصلا ممكن عين سياسات الدنيا إيرو عين سياسات جانت النرم خبرني جانت السري وخي جانت البكشي جانت البكشي بلي إجا حفتاتي خدا عمر بده من بيجن كاجا هدف وانا ضاويتش يعني شوات قادم إسلام ومسلمان تربية بكن برشا بكن إجا نبيجي بنظام قضاء عز وجل حتى روجانه صحة وعافية الجنة إن شاء الله. نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.